سفيان أمرابط لاعب خط الوسط في منتخب المغرب صنع لنفسه اسما كبيرا في كأس العالم الذي أقيم في قطر. لم يكن فقط مجرد لاعب في الملعب، بل كان النجم المضيء الذي لفت الأنظار بفضل قدراته الاستثنائية. كانت البداية من المرحلة الإعدادية لكأس العالم، حيث أثبت أمرابط جدارته من خلال أدائه الرفيع في التدريبات والمباريات التحضيرية. اعتمدت عليه التشكيلة المغربية كلاعب رئيسي نظرا لقدرته على الانتشار في كل أرجاء الملعب، ولبراعته في قطع الكرات والتحكم بها بشكل فائق. ما يميز سفيان عن باقي اللاعبين هو رؤيته الجيدة داخل الملعب، وهدوءه تحت الضغط، حيث يمتلك القدرة على التصرف بسرعة واتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات الحاسمة. إضافة إلى ذلك، فإن لياقته البدنية العالية تمكنه من أداء دوره بكفاءة لمدة 90 دقيقة كاملة. وكما وصفه النقاد، فقد كان القلب النابض في وسط الميدان، حيث يتمكن من التوزيع المثالي للكرات وتنسيق الهجمات والدفاع بروح قتالية عالية. تعد مهاراته الفردية وقدرته على السيطرة على إيقاع اللعب بمثابة العمود الفقري لأداء المنتخب المغربي في البطولة. ساهم أداء أمرابط المبهر في تحقيق المغرب لبعض النتائج المذهلة أمام الفرق الكبرى، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لاعب من طراز عالمي، جعله محل اهتمام وإشادة من قبل جمهور كرة القدم العالمي. لقد ترك بصمة قوية في البطولة، وأصبح قدوة لكثير من اللاعبين الطامحين للتألق في سماء كرة القدم العالمية.